أسعد بيت في العالم وأسعد بيت في الورى بيت مؤمن، ومحموده في كل مصر وموطن. فإن رمت أن تحيا بعيدا عن الخنا وتغدو سعيدا فالتمس نهج أفطن. وأفطن خلق الله من راح واغتدى على هدي قرآن وراو معنعن. يصح له من روى عن تواتر ولا يروي عمن روى عن تكهن. لقد روت الآثار أن أخا الهدى زكي السجايا غير خب وأرعن. يروم من الدنيا سعادة بيته، وأسعد بيت في الدنا بيت مؤمن. أترككم جميعا مع الشيخ الفاضل الشيخ محمود المصري، وأسعد بيت في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل أن نبدأ هذا اللقاء في هذه ليلة ميمونة مباركة، من باب الوفاء أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل، ثم إلى صاحب السمو فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ودائرة التجارة والتسويق السياحي، وأشكر أخي الفاضل الشيخ خالد الغمدي على تواضعه وعلى هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. أسعد بيت في العالم. يا ترى حد فيكم عارف مين أسعد بيت في العالم؟ حد عارف يا شباب؟ ها؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وده بيفكرني بواحد كان بيسأل مرة، بيقول الشباب إلا مين هو خاتم الأنبياء؟ فواحد قال له صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله ما أنا عارف. قال له ما كنت بتصلي على مين؟ صلى على حبيبك. وعايز أسمع فضل، يعني عايز أسمع كلمة صلى الله عليه وسلم كده، يعني تدوي في دبي. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا كل عام على الخير. أسعد بيت في العالم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه مواصفات البيت؟ أنا عايز بيت يعني نفس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بيت زي بيت النبي، عايز أكون أسعد إنسان في العالم كله. بيت النبي عليه السلام، تعالى نوصفه الأول وبعدين نخش البيت ونشوف البيت كان عامل إزاي. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نشوف بناء البيت. بناء البيت كيف كان؟ كان البيت بيت بسيط جدا جدا، من الخشب والجريد والنخيل والطمن، سبحان الملك. طب والفراش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الفراش كان أحيانا يكون من الحصير، وأحيانا كان يكون من القماش البسيط، طبقة واحدة كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دلوقتي 7 طبقات وأستك، يعني حاجة بقت إيه. ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور. تعال نشوف طعام النبي. كان ماذا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه الهلال تلو الهلال ولا يوقد في أبياته 9 النار، صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة كما في الصحيحين. وكان النبي يدعو دائما، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع من خبز الشعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. ده النبي. طب وسعة البيت كانت قد ايه؟ الوسع بتاع البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك الكلام ده كله في حديث واحد، ان النبي لما كان بيصلي قيام الليل، فكان إذا أراد أن يسجد غمز أقدام عائشة حتى يعني تفسح المجال ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان سعة بيت النبي عليه السلام، وده كان مكونات بيت النبي عليه السلام. وكان أسعد بيت في العالم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول لي طب شيخنا امال فين أسباب السعادة؟ فين التلاجة والغسالة والديب فريزر والمكيف؟ فين أسباب السعادة؟ أقول لك أخوي وحبيبي، المال قد يوفر لك الطعام، لكنه لا يوفر لك الصحة ولا يوفر لك الرفاهية. المال ممكن يوفر لك البيت، لكن لا يوفر لك الأمن.
المال ممكن يأتيك بالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء. المال قد يأتيك بالزوجة والأولاد لكنه لا يأتيك بالسعادة. يبقى إذن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة رب البرية سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، من رحمة ربنا بالإنسان إنه ربنا رزق الإنسان معدة خرساء، لا تعترض ولا تشكر ولا تحمد على أي شيء، لا تعترض ولا تشكر. فلو أكلت مثلا معدتك ديت كباب، واخد بالك، مش هتلاقي الفكس طالع من بقك كده بيقول لك نشكر السيد فلان الفلاني على إنه أكلنا كباب، صح كده؟ هو لو أكلتها فول مش هتعمل لك محضر في اسم المسكن، صح كده؟ فالحمد لله نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا رزقنا بمعدة خرساء. إذن أين يكون السعادة أو أين تكون السعادة؟ في الإيمان والعمل الصالح. اسمع لقول ربك عز وجل حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول لك إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. إبراهيم ابن آدم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ولذلك مرة واحد رجل غني جدا فعزم واحد فقير جدا، قال له: تعال أنا عازمك عندي في البيت. قال له: اتفضل. قعد في البيت وعمل له مائدة بقى كبيرة جدا بقى، حط له عليها بقى المشويات والمأكولات والفواكه والحلويات شويتين. قال له: اتفضل يا ابني كل. بيقول للفقير: اتفضل يا ابني كل لحوم. قال له: طب ما تاكل معايا يا عم الحاج. قال له: يا ابني انا ممنوع من الاكل ده عشان عندي النقرس. شويتين: اتفضل يا ابني كل حلويات. طب كل معايا يا عم الحاج. قال له: عندي السكر يا ابني. شويتين: كل يا ابني فاكهه. قال له: ما تاكل. قال له: انا عندي املاح. شويتين: مش عارف كل من ايه. قال له: انا عندي كذا. سبحان الله. في النهاية الرجل الغني قال للفقير: مين اللي غني بقى، أنا ولا أنت؟ شوف أنت قدامك ما شاء الله كل أنواع الأكل الطيب ده، فإذا أردت أن تأكل كلت أو أكلت، أما أنا فأمامي كل هذا ولا أستطيع أن أكل شيئا من ذلك. مين اللي غني؟ ولذلك قلت لكم قبل كده يا جماعة إن لو افترضنا أن واحد رجل غني جدا وعنده 10 قصور، قصر بقى في هاواي وقصر في انجلترا وقصر في امريكا وقصر مش عارف فين وقصر باب الشعريه ومروق الموضوع يعني، وعنده 10 عربيات، عربيه شبح وعربيه مش عارف ايه وعربيه طز رويس يعني شويه عربيات كده زي الفل حلو كده، وعربيه فولكس، المهم يعني ايه، ومظبط الدنيا. لو الراجل ده وما عنده مليارات بقى وشركات والكلام ده كله، لو الراجل دوت عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم اصيب بشلل رباعي، شلل رباعي، واصبح طريح الفراش، لو قالوا له تدفع كام وترجع سليم زي الناس كلها، يدفع كام يا جماعه؟ بكل صراحه كده يدفع كل ما يملكه، صح ولا لا؟ موافقني؟ ها؟ طيب قال يدفع كل حاجه. طب ما تعتبر نفسك انت اللي كنت مصاب ربنا يعافيك وفاديت نفسك بكل هذا المال. إذن فنعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونعمة حسن الخلق، نعم كتيرة جدا. لما الناس بتتكلم في مسألة الرزق يتخيل الإنسان إن ما فيش شيء في الرزق أبدا إلا المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايز بيتك يكون أسعد بيت في الدنيا؟ تخيل معايا أن النبي سيطرق بيتك الليلة. تحب أن النبي يشوف إيه في بيتك واعتبر أن هو دوت أسعد بيت في العالم بجد. شوف انت النبي عايز تشوف النبي يشوف ايه في بيتك واعتبر نفسك اسعد، هو ده اسعد بيت في العالم. تحب النبي يشوف ايه في بيتك؟ البياض جميل، الافاف لا، الكلام ده كله ما يشغلش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يحب يشوف ان بيتي في تقوى، في قرآن، في ذكر لله، في ناس طيبين بيحبوا ربنا، في ناس بتتعلم تطلب العلم، في ناس بتدعو إلى الله، في ناس مشغولة بالإسلام، في ناس همها الأوحد هو رضا الله سبحانه وتعالى وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الشيء الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت كده يبقى ده أسعد بيت في العالم. طب تعالوا بقى بسرعة كده قبل ما الوقت يجري بينا بسرعة، تعالوا نشوف مواصفات أسعد بيت في العالم، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول مواصفات: بيت تم اختيار أعضاؤه على الدين والخلق. النبي ماذا يقول؟ يقول: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه بفاء التعقيب والسرعة. طب لو ما عملناش إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لو ما عملتش كده، لو ما جوزتش بنتك على أساس الخلق والدين، هتضيع نفسك وهتضيع بنتك، وممكن بنتك عياذا بالله تفضل سنوات طويلة بلا زواج وانت السبب، خد بالك.
وفي المقابل يقول للرجل للزوج تنكح المرأة الأربع. الحديث ده خرج مخرج الخبر، يعني في الغالب الناس لما بتعوز تتجوز يا جماعة بينقوا حاجة من الأربعة أو حاجتين من الأربعة أو بينقوا 4 من 4 زي ما هو عايز، يعني واخد بالك 4x4 يعني جوازة 4x4 واخد بالك. طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال لك ايه؟ تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. تعال النهارده اعمل استفتاء بين الشباب، تتجوز ليه؟ يعني مواصفات الزوجة اللي انت عايزها. يقول لك والله انا عايزها يعني متدينة وبنت حلال وست بيت وكده يعني. طيب والتاني ده انسان متدين، والتاني والله انا عايزها ستايل، عايزها زي ما الكتاب بيقول، عينين خضراء، شعر اصفر، سنان زرقاء، واخد بالك، ما اعرفش اتجوز دراكولا ده، المهم يعني واخد بالك عريضة المنكبين مشربة الفلنكات، مواصفات خاصة كده معينة ايه عشان يجوز واحدة يعني. والثالث يقول لك والله انا عايزة متينة بصراحة، واخد بالك، مع ان الشاعر بيقول لك لا المتين بينفع ولا المتين على الاصل دور. المهم يعني في النهاية هو عايز واحدة هتحميه يعني، واخد بالك، بودي جارد يعني. والرابع والخامس والسادس واشكال وانواع وحاجات عجيبة جدا. وتلاقي واحد بقى مركز على حاجة واحدة بس، انا عايزها مريشة مش بتاعت فراخ، يعني يكون معاه فلوس واخد بالك اصل مريشه بلغه عندنا في مصر يعني بتاعت فراخ، لا مريشه يعني معاها فلوس. ولذلك اعجب اعلان قراته في مجله والله اعلان عجيب جدا. واحد عايز يتجوز فبعت اعلان في باب الزواج، بيقول يا جماعه في الاعلان، بالمزارع في 25 من عمره يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار والله يا شيخ خالد يعني هو مش عايز لا زوج ولا بتاعه، عايز الجرار يعني سبحان الله، ربنا يبارك فيك يا رب. وده بيفكرني بشاب كان لسه عايز يتجوز، أنا قلتها لكم قبل كده بس في الدروس الثانية يعني. شاب كان عايز يتجوز بقى، عايز يكون بقى بيته على السنة، قال لك بقى خلاص بيت أسعد بيت في العالم، إيه البيت ده لازم يكون على السنة. راح للشيخ من المشايخ الأفاضل قال له شيخنا ربنا يبارك في عمرك، قول لي بقى ازاي اسس بيتي ده بقى على الطاعه، وعايز بقى تقول لي الافكار كلها اللي بتتقال في ليله الدخله وما بعد ليله الدخله وما قبل ليله الدخله، وعايز وخير وسيله دفاع الهجوم وكده يعني داخل حرب. فقال له يا ابني اول ما تخش على زوجتك يا حبيبي اول حاجه تعملها حط ايدك على راسها كده وقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، ودعاء الجماع كذا ودعاء ده كذا، كل دعاء يعني قال له كل حاجه. قال له جزاك الله خير والله ما قصرت. المهم جه ليله الدخله ربنا رزقه بزوجه زي القمر، عروسه جميله. فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره، ما بقاش شايف قدامه، فحط ايده على راسها وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قالت له حضرتك متجوز دابه صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاختيار الزوجه كما قال اخي الشيخ خالد ان اختيار الزوجه ده اساس يا جماعه، دي الارض اللي انت هتغرس فيها، دي الارض اللي هتطلع البذره الجميله، ولادك حبايبك اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم. لازم تختار زوجه دينه صالحه. ما فيش مانع اخويا وحبيبي ان زوجتك تبقى جميله، وما فيش مانع تبقى حسيبه ونسيبه، وما فيش مانع يبقى عندها مال، بس يبقى الاصل اللي بتبنى عليه هو الدين. انا واخدها عشان عندها دين، جنب الدين لقيتها جميله والله فبها ونعمه عين، مفيش حاجه بتخص، واخد بالك. يبقى اول مواصفات هذا البيت اللي هو اسعد بيت في العالم بيت تم اختيار اعضائه على اساس الدين والخلق. تاني مواصفات بيت يعمره الايمان والتقوى. افتكر دايما دايما وابدا قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا يا اهل الايمان يا اهل التوحيد يا امه محمد صلى الله عليه وسلم قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتذكر قول النبي كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع. وأنا تأخرت فيها بس كده عشان إيه؟ عشان تنتبه للحديث. كلكم، وكل دي أقوى ألفاظ العموم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله، هنتسأل كلنا، والله هنتسأل كلنا يا جماعة. وسؤال صعب جدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه
عز وجل، ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يبقى كلكم راع. أذكر في مرة قصة حدثت معايا، ناس جيران لنا من علية القوم، ناس أغنياء جدا. الأب قال لي يا شيخ محمود الله يبارك فيك، تيجي بس تذكر ولادي بكلمتين لحسن يعني حالتهم يعني بعيد عن ربنا خالص يعني، وهو الراجل نفسه ما كانش بيصلي يعني، بس هو ايه يعني عايز ولاده يطلعوا حلوين يعني. قلت له والله جمع الأسرة وخلي النساء يقعدوا ورايا والشباب يقعدوا. قال لي ما عنديش شباب هم بنات. قلت له خليهم يقعدوا ورايا وانت قاعد قدامه ونتكلم كلمتين. رحت ذكرتهم بالله وتكلمت عن الآخرة والجنة ويعني كان أسلوب فيه ترغيب يعني أكثر من الترهيب، عشان دول أول مرة يسمعوا يعني. فتأثروا جدا جدا ومش عارف ايه. واحدة منهم تأثرت قالت خلاص والله العظيم انا ما كنت فاكره ان انا بعيد عن ربنا بالمنظر ده، ان شاء الله من بكره لازم البس حجاب. قلت جزاك الله خير والله بارك الله فيك. تاني يوم الراجل راح رفع سماعه التليفون، السلام عليكم يا شيخ محمود. ما شاء الله على كلامك يا اخي، ده كلامك كان ليه مفعول السحر. ده البنت ما شاء الله اتغيرت 360 درجه، مش ممكن. ده البنت مش بقت ملتزمه، دي بقت متطرفه. قلت ما شاء الله، نروح نشوف التطرف ده. فرحت البيت عندهم، لقيت البنت داخل علينا ببنطلون جينز وبلوزه ولبست اشر. قلت له يا عم الحاج ده مش تطرف، ده ارهاب. الله اكبر، ايه اللي عملناه ده كله ده؟ ده ايه الجمال ده كله؟ فالمهم قلت لها طب اختنا يعني ممكن تكون ديت مثلا خطوه كده هنبدا بيها ونكمل. قالت لي كمل مين؟ ده انتوا احمدوا ربنا على كده يعني. ده انا ما فيش حد عندنا يعرف ربنا اصلا يعني. ده انا اللي فيهم يعني، ده انا اعتبر بالنسبه لعيلتي اعتبر من 10 المبشرين بالجنه يعني. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم يشجع بقى الزوج ان ياخد بايد زوجته للجنه. هو الزوج بس ما فيش عنده غير اوامر ونواهي وبس، ما فيش عنده غير عملت اكل عملت شرب سويتي عملتي نظفت البيت اكلتي العيال مش عارف، ما فيش غير كده وبس. فين دينها؟ فين دينها زوجتك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. فين لما تخش على زوجتك تقول لا صح حبيبتي وغمس كل الكلمه بحبيبتي، مش حرام دي زوجتك. حبيبتي صليت العصر الحمد لله، قرأت ورد القرآن الحمد لله، سمعت شريط النهارده، عملت كذا سويت كذا، اخبارك ايه مع الدعوه الى الله؟ دعيتي واحده من صاحباتك، عملت كذا. لازم يكون الزوج مهتم بديانه زوجته. دي زوجتك حبيبتك يعني لازم تاخد بايدها الى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال ايه؟ رحم الله رجلا، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح. رحم الله رجلا، وسماه رجل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وسكت، لا ثم ايقظ امراته حبيبته. فاهم ازاي؟ فان ابت امسك الكاس اللي زي دي كده وبطراطيف صوابع حضرتك، واخد بالك، وتقوم ناضح في وشها الميه برقه كده، واخد بالك. طيب ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، فان قام الزوج والزوجه وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم أزواجه عشان يصلوا قيام الليل. أبو هريرة كان بيقسم الليل بينه وبين زوجته وبين خادمه 3، كل واحد يصلي تلت من الليل ويقوم الثاني وهكذا. شوف قد ايه؟ ما يبقاش بيت يا جماعة قائم بس على الشهوات والماديات والأكل والشرب والفسح والمصايف والمش عارف ايه. ما يبقاش ده بيت. ما يبقاش البيت الزوجة فيه همها كله هات، فاهم ازاي؟ هات كذا، جيب لي كذا، سوي كذا، وانت خارج هات. كل يوم محضره له ايه؟ فاتوره قايمه كبيره، فاهم ازاي؟ هات الطلبات دي، هات لحد واحد مره جاله ازمه نفسيه من كلمه هات. قال لها اعوذ بالله انت كل حاجه عندك هات هات هات، ما فيش خد. قالت له خد الزباله وانت نازل يعني. زوجه كريمه يعني. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى اول مواصفات البيت، اسعد بيت في العالم. ربنا يا رب يسعد بيوتكم ويسعد بيوت المشاهدين يا رب العالمين اللي يشوفونا بعد كده. يبقى أول حاجة بيت تم اختيار أعضائه على أساس الدين والخلق. ثاني حاجة بيت يعمره الإيمان والتقوى. ثالث حاجة بيت يعمره الحب والمداعبة أحيانا. ما ينفعش البيت يبقى جامد يا جماعة، ما ينفعش الدنيا تبقى مقفولة، ما ينفعش الدنيا تبقى سودة، ما ينفعش الزوج يخش ضرب 111 على طول ومكشر. وفي زوج يقول لك لا 111 ديت اللي هي التكشيره اللي في الجبهه دي، واخد بالك، اللي هي الثلاث كسرات اللي في الجبهه دي بيسموها عندنا في مصر 111، خد بالك. في زوج يقول لك لا ده 111 دي تسيب، ده انا لازم 11111 من هنا لهنا تكشيره، واخد بالك. ليه يا اخي؟ ده بيفكرني بواحد واحد كان متفائل قوي قوي قوي، جميل حلو ولذيذ كده،
والتاني كان شايف الدنيا كلها اكتئاب وسواد وحاجة صعبة قوي يعني. فالاثنين اتحكم عليهم بالإعدام. فالضابط اللي بينفذ الإعدام قال لهم كل واحد فيكم ليه أمنية لازم أنفذها له قبل ما يموت. قالوا له هتنفذها؟ قال لهم والله لازم أنفذها. فجاء له واحد ابن حلال كده اللي هو الطيب المتفائل الجميل ده، قال له نفسك في ايه؟ قال له هتنفذ لي؟ قال له والله هنفذ لك. قال له نفسي اشوف امي. قال له عينيا، خليك تشوف امك قبل ما تموت. بص للتاني المكتئب قال له انت نفسك في ايه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى بيت يعمره الحب وايه؟ والمداعبه. تعال شوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي الأحباش بيلعبوا بالحراب وبيتمرنوا جوه مسجد النبي عليه السلام، والنبي فاتح الباب وواقف على الباب ويخلي أمنا عائشة حتى وشها هنا على كتف النبي وعمالة تتفرج. شبعت يا عائشة؟ تقول له لا يا رسول الله، وهي شبعت بس بتقول أردت أن أختبر قدري ومكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبعت يا عائشة؟ لا. حتى ما في الآخر قالت حسبك يا رسول الله، كفاية كده. حد يعمل كده مع زوجته؟ شوف النبي عليه السلام في يوم من الأيام خارج في إحدى السفريات ومعاه الصحابة، قال تقدموا، وجت أمنا عائشة معاه، لا تسبقيني، قالت له سبقك. ده مين ده؟ النبي يا جماعة، النبي. لأن بعض الدعاء يقول لك أو بعض الشباب الملتزم يقول لك لا، لابد أن أكون وقور، واخد بالك، لا ضحكة ولا ابتسامة ولا زوجتي تشوف مني البسمة وإلا هتاخد عليا. أنا ماشي على مبدأ اذبح القطة من أولها، واخد بالك، وريها العين الحمراء عشان تمشي كده. لا يا أخي، أنت داخل تحارب، أنت داخل تفتح بيت المقدس يا أخي العزيز، دي زوجتك حبيبتك، ودي وصية النبي. ده النبي قال إيه؟ الله الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا جماعة المسألة مش مسألة حرب بين زوج وزوجة، مشاكل يعني. سبحان الله، شوف النبي بيعمل إيه. وشوف لما النبي عليه السلام في يوم من الأيام كان قاعد عند أمنا عائشة، وجت أمنا سودة بنت زمعة، وكانت أمنا عائشة عاملة أكلة كده اسمها الخزيرة، واخد بالك، حاجة كده إيه، خلطبيطة كده جميلة، وبعدين بتهزر مع والنبي عليه السلام بقى قاعد بقى مسنود بين زوجتين، واخد بالك. ويعني سبحان الله، شوف النهارده اللي متجوز اتنين يمشي في الشارع بيكلم نفسه النهارده يعني. واحد كان متجوز اتنين فماشي بيكلم نفسه في الشارع، فواحد قال له ما شاء الله على التقوى والإيمان، الله أكبر، حضرتك بتسبح؟ قال له لا يا حبيبي، ده أنا بحسبن، واخد بالك. فالنبي قاعد بين أمنا سودة وأمنا عائشة، فقامت أمنا سودة إيه، راحت واخدة كده إيه، حتة من الأكل بتاع أمنا عائشة وراحت ضربها في وشها، خد بالك. فأمنا عائشة إيه، راحت بصر النبي عليه السلام، فرأت النبي عليه السلام مش هيزعل لو هي كمان ردت عليها، فقامت قايمة برضه مكورة وراحت إيه، ضربها في وشها، والنبي بيضحك. تخيل، عمرك شفت يعني بلغة العصر كده، عمرك شفت تسامح بالمنظر ده؟ عمرك شفت ألفة وود بالمنظر ده بين زوج وأزواجه؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أسعد زوج في العالم وأسعد بيت في العالم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. أمنا عائشة كانت تلعب مع صاحبتها ومعاها بنات اللعب العرايس الصغيرة، وأول ما صاحبتها يسمعوا صوت النبي عليه السلام يروحوا ماشيين بره، يوم النبي يسربهم لأمنا عائشة ادخلوا يلعبوا معاه. ده النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يعني جميلة وحلوة، مش بقى خناقات ومشاكل وعدم تفاهم، والزوجة لازم تثبت شخصيتها وكياني ومكانتي الاجتماعية وكرامتي والكلام اللي بيسمعوه في الإعلام اللي سبحان الله. الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه كان بيحكي إن الزوجين مرة بيتخانقوا مع بعض، فالزوجة كانت شديدة قوي وعنيفة جدا، فراحت ماسكة العصاية شومة وجارية ورا الزوج. الزوج تقريبا كان عامل حساب اليوم ده فكان بيلعب رياضة، فراح جاري منها وراح ايه، منزلق تحت السرير. فراحت واقفه له بقى زي الوحش كده، قالت له لو راجل اطلع لي من تحت السرير. قال لها مش طالع، وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هو اللي هتمشي. هو مش هيقدر يطلع. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا ايه، بيت مؤسس على الحب. شوف أم سلمة وأبو سلمة، شوف لما أبو سلمة في لحظة وفاته بيقول لها إذا مت يا أم سلمة فتزوجي من بعدي. قالت وهل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ يا الله، عمرك شفت واحدة بتقول عن زوجها كده وهل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ مش واحدة النهاردة جوزها يموت مكسرة وراه زير تقول الحمد لله خد الشر وراح. سبحان الله. شوف قد ايه المحبة والمودة اللي كانت بين الأزواج. الزوج كان يتأثر ويبكي لموت زوجته، وكان يحزن حزن لا تتخيله. ليه؟ حب بينه وبين زوجته وألفة بينه وبين زوجته. ربنا يملى بيوتنا يا رب بالحب والمودة، اللهم آمين. شوف أم سلمة وأبو سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يعني إيه، من أصيب بمصيبة فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها.
والحديث رواه مسلم، تقول وهل أجد هناك خيرا من أبي سلمة؟ لكن قالت وخلاص زي ما النبي علمها. فقالت فتقدم لها عمر فرفضته، وتقدم أبو بكر فرفضته، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 4 من مواصفات الأسعد بيت في العالم: بيت يؤمن أهله بالقضاء والقدر. حبيبي في الله، شيء طبيعي، الدنيا ما بتمشيش على وتيرة واحدة، النهاردة فرحة بكرة طرحة. وقال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. صح كده؟ في بيت في الدنيا يا جماعة سعادة على طول، سعادة طول الأبد أبدا، يعني شوية فرحة وشوية زعل وشوية أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالفرحة والسعادة. شوف بقى أم سليم وذكاء أم سليم شيء فوق الخيال. متجوزة مين؟ أبو طلحة. وأبو طلحة لما اتجوزها كان مهرها إيه يا جماعة؟ كان مهرها الإسلام. وقال الراوي: ما أعلم امرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. جميل أوي. في يوم من الأيام بعد ما أنجبت منه ولدا، حصل إن الولد ده جاله مرض، تعب. أبو طلحة زعلان عشانه، لكن خرج يعني لطلب العلم وللعمل وغير ذلك. فلما عاد قبل أن يعود مات الولد. فأم سلمة قالت لكل اللي في البيت، أم سليم قالت لكل من في البيت: لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أخبره أنا. قامت غسلت الطفل وكفنته وحطته على السرير وغطته. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف حال الولد؟ قالت: هو أهدأ ما يكون. هي قصدها إيه؟ إن هو مات خلاص، وهو فهم إيه؟ إن هو خف خلاص. فالمهم حضرت له الطعام وتزينت له، فأصاب منها ما يصيب رجل من امرأته. ثم بعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، لو أن أحدا جاء إليك وأعطاك أمانة ثم جاء ليطلبها، هل تعطيه تلك الأمانة؟ قال: أجل. قالت: ولكنه تركها فترة طويلة. قال: هذا أحرى بأن نرد إليه الأمانة. قالت: إذن فاحتسب ولدك، فلقد ردت الأمانة إلى ربها عز وجل. زعل أبو طلحة وراح اشتكاها للنبي، فتبسم النبي وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. يقول الراوي: فأنجبت ولدا، هذا الولد أنجب 10 كلهم حفظوا كتاب الله. هي دي البركة رضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين طبعا قصة عروة بن الزبير الذي اهتزت لذكره المنابر. عروة بن الزبير لما جاءته الآكلة، طبعا هذا الأمر كان على مرأى ومسمع من زوجته وولده، يعني الأمر ده ما حصلش بعيدا عن أسرته، لكن أسرة راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى. فعروة بن الزبير جاءه مرض الآكلة، لابد من قطع رجله. فضل يؤجل لحد ما وصل لمرحلة ما يصلح التأجيل. قال: طب خلاص. قالوا له: نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك أن يذهب فلا تشعر بالقطع. قال: لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا، فإذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. وبالفعل بدأوا أول ما صلى وأول ما سجد قطعوا رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق، شوف المصيبتين اجتمعوا عليه في لحظة واحدة. قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. يا الله، ابنه مات ورجله اتقطعت في يوم واحد. فماذا صنع عروة بن الزبير؟ قال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني 4 أطراف، وقدم النعمة قبل النقمة. أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. مش كفاية. والحمد لله إذا رضيت، برضو مش كفاية. والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. الله، إيه الرضا ده كله؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، وانتم تعلموا جميعا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء بفضل دعاء النبي له، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فسعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء. في آخر أيامه أصيب بالعمى، عمي بصره، ما بقاش يشوف بعينيه الاثنين. فكان يدخل عليه الناس حينما عاد إلى مكة، كان يدخل عليه الناس: ادعوا لنا يا سعد، ادعي ده عشان يخلف، وادعي ده عشان ربنا يغنيه، وادعي ده عشان زوجته تخف، وهكذا. فيستجيب الله دعاءه. فغلام اسمه عبد الله بن دينار قال، عبد الله بن السائب قال: يا عم، أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال: يا بني
قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. الله على الرضا، الله على الرضا. إيه ده؟ بيت يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذا حصل أي بلاء الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تيقن إن ربنا فعلا سيخلف لك خيرا منها بفضل الله سبحانه وتعالى، وستؤجر على هذه المصيبة. وبعدين الذكاء، أنت لازم تكون ذكي في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. هي المصيبة وقعت ولا هتقع؟ وقعت، طب استفيد بقى وخد الأجر. لو ما وقعتش خلاص، إنما هي وقعت خلاص. فخليك ذكي، خليك ذكي في كل حاجة، في رضاك بقضاء الله سبحانه وتعالى، في عبادتك لله، في ذكرك لله، في دعائك. إنما عسام يعلمنا إن احنا نكون أذكياء حتى في الدعاء، إن احنا ندعو بالدعاء الجامع. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت جمعت كل ما دعا به النبي وكل ما استعاذ به منه النبي، صح كده؟ عند الذكر النبي عليه السلام يخرج على أمنا جويرية: إلهي تذكر الله عز وجل، إلى أما زلت على تلك الحالة؟ راح ورجع بعد ساعتين ثلاثة: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت أجل. قال: أما إني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت اليوم كله لوزنتهن. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. شوف الذكاء، إن أنت تنتقي العبادات اللي ممكن تتيسر لك من وراها أكبر قدر من الأجر. حتى في أمر الدنيا الناس كلها أذكياء، يعني في أمر الدنيا الناس ذكاء حاد. في أمر الدين قل أن تجد إنسانا ذكيا في تعامله مع ربي سبحانه وتعالى. ذكاء بجد، بس مش ذكاء واحد صاحبنا بقى، خد بالك، رطب الجلسة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك يا أخي صلى الله عليه وسلم. واحد دخل على واحد صاحبه، وهو راجل ذكي، ودخل على واحد أذكى منه بقى. صاحبه ده كان شغال مكواجي، فدخل الرجل فلقى صاحبه المكواجي ده خدوده الاثنين محروقين ومفقعين كده، فقال له: سلامة خدودك حبيبي، ايه اللي مولع خدودك كده؟ قال له: ابدا، كنت باكو جلابيه والموبايل جنبي، كنت مشغول بموضوع كده، فرن الموبايل فما خدش باله ورحت رادد بالمكوى. قال له: طب ده خدك اليمين، ايه اللي حرق الشمال؟ قال له: ما هو الغبي اتصل تاني. هو اللي غبي يعني. صلى الله على نبي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى بيت يؤمن بالقضاء والقدر. رقم 5: بيت يحرص أهله على طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، ما ينفعش نيجي الدنيا ونخرج منها بلا أي عمل ولا شيء نقدمه لخدمة دين الله. ما ينفعش تكون حياتك زي وجودك، ما ينفعش. عايزك تتخيل كده، مش تتخيل جنازة، تخيل جنازتي يعني، وأنا محطوط كده في النعش بتاعي والناس ماشية ورايا يقول الله يرحمه، زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها، ولا عمره عمل حاجة. والتاني يقول الله يرحمه كان عايش لنفسه بس. والتالت يقول الله يرحمه عمره في حياته ما ذكر الناس بالله. ترضى حد يقول عنك كده؟ أنا على نفسي ما ارضاش يتقال عنك كده. عشان كده لازم يكون لك بصمة في الدنيا، لازم يكون لك بصمة في الدنيا، ولكن لازم يكون لك بصمة في الدين. لازم تكون ناجح في كل حاجة، في حياتك وفي زواجك وفي أولادك، تربية أولادك، وفي إنشاء النشء دوت، وفي طلب العلم، وفي الدعوة إلى الله. لازم يكون لك بصمة في كل مكان، لازم يكون لك بصمة حقيقية في كل مكان. سبحان الله. شوف أم سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، كانت تقول لابنها سفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أشتغل وأنت تطلب العلم. سبحان الله. وشوف بقى بنت سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، وقول عارفين القصة، يعني قصة عجيبة جدا يعني، لكن نذكرها في عجالة كده. سعيد بن المسيب سيد التابعين، في يوم من الأيام تقدم له عبد الملك بن مروان، اللي هو يعني أمير المؤمنين، بيحكم 26 دولة. فقال له: أريد ابنتك لابني. وأي شرف هذا؟ تخيل حضرتك واحد بيحكم 26 دولة بيقول لك أخذ بنتك لابني، أي شرف هذا؟ فرفض. فبعت له ناس يتوسطوا في الموضوع، فبرضه رفض. حاجة عجيبة. شويتين، المهم من هنا لهنا ما فيش موافقة خالص. ترى لمن زوجها؟ زوجها لطالب علم تقي نقي اسمه كثير بن أبي وداعة. كثير بن أبي وداعة تغيب عن مجلس سعيد بن المسيب 4-5 أيام، فسعيد بن المسيب قابله: أين كنت يا كثير؟ قال له: ماتت زوجتي، فيعني كنت حزنان عليه. قال: هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحدة تانية؟ قال: ومن يزوجني أبا محمد؟ أبو محمد يكون سعيد بن المسيب.
فقال من يزوجني يا أبا محمد وأنا لا أمتلك من الدنيا إلا درهمين أو 3. خد بالك بقى. قالوا لو فعلت أترضى؟ قال أو تفعل يا أبا محمد؟ قال له أجل. فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين. خد بالك بقى. كثير بن أبي وداع قال لك أما أنا فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من شدة الفرح يعني. فلما وصلت إلى البيت وكنت صائما، كان صايم صيام نافلة، قال فقدمت الإفطار وكان الإفطار خبزا وزيتا. نهار أبيض سبحان الله. شوف النهارده بقى الإفطار تلاقي الأكل من هنا من آخر الترابيزة لحد كده بعد أخويا الشيخ خالد، واخد بالك، والأكل يقول له فين الأكل؟ فين الأكل؟ تعالى كلني يا حبيبي. يعني سبحان الله عايز ايه اكتر من كده؟ ده كان الإفطار وكان صايم خبز وزيت. قال فلما قال قلت أعجل الإفطار قبل الصلاة يعني، فلسه هياكل فسمع الباب يطرق، الباب بيخبط. فقال فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. قال ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب، فقلت يرحمك الله يا أبا محمد هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال له مثلك أحق أن يؤتى. شوف التواضع يا أخي. وبعدين قال له يا كثير علمت أنك شاب عزب فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. الله أكبر. بيقول له أنا عرفت أن أنت كنت متجوز، واللي متجوز طبعا ما يعرفش يعيش من غير زوجة بعد كده، فكرهت أن تبيت الليلة بلا زوجة. كان بنته مخبيها ورا ظهره فأخذها ووضعها في الدار وقفل الباب. خد بالك بقى من حاجة، كان ممكن يعمل إيه؟ حبيبي ابني وحبيبي زوجتك ايه بس امضي لي على الورقه دي وهنتفاهم بعدين، صح كده؟ طب القايمه، طب شيك على بياض واحنا نتفاهم، وهي زوجتك ايه واحنا عملنا معاك واجب يعني. ما عملش اي حاجه من الكلام ده خالص، رماله البنت في الدار ومشي. قال اما المراه الفتاه يعني فسقطت من الحياء. عارفين الحياء؟ الله يرحمه كان راجل طيب ابن حلال. اول ما شافت راجل اغمى عليه. دلوقتي الخلق اللي قدامكم دي بتمشي تتعاكس في الشوارع. تخيل يعني مأساة احنا عايشينها. والله العظيم. تخيل. فسقطت المرأة من الحياء، وده من بخته بقى وحظه. ليه؟ لأن لو دخلت لقت ليلة الدخلة الأكل إيه؟ خبز وزيت. هتقول لك ما شاء الله ليلة الدخلة وخبز وزيت، بعد كده هناكل إيه؟ كراتين. فسبحان الله هو بقى راح مخبي الخبز والزيت وراح منادي على واحد جاره بقى عشان يستلف منه قرشين. يا فلان. فجأة كانت أم كثير ابن أبي وداعة كانت عنده أم فلان ده، فخرجت قالت له بتنادي على إيه يا كثير؟ قال لها بنادي على فلان استلف منه قرشين عشان اتجوزت. قالت له اتجوزت يا كثير؟ قال لها أيوة يا أمي. قالت له طيب وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل 3. سيب لي بقى الزوجة دي بقى كده ألمعها لك وأظبطها لك، حط لها دوك ووش أول وش تاني ونظبطها كده، ومش معقولة يعني جاية من بيت أبوها مش متجهزة يا ابني. لا حاضر. أمه خدتها بقى وزينتها وظبطتها 3 أيام بقى الله أكبر حتى ما استوت، وراحت إيه مدخلها عليه. قال فإذا هي من أجمل النساء وإذا هي من أعلم النساء بإيه؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله وبحق الزوج. فبت معها بأنعم ليلة، فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب إلى مجلس أبيها سعيد كي أتلقى العلم، فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. ده كان آخر إنتاج المصنع، بعدها المصنع قفل. واخد بالك؟ سبحان الله. شفت نوعية النساء؟ شيء عجيب جدا. قال فلما مضى شهر كامل عمال بيتعلم على ايديها، على ايدين امراته وزوجته. واخد بالك؟ فلا ذهب بعد ذلك الى مجلس ابيها سعيد بن المسيب، فلما وصل الى هناك وانتهى المجلس اقترب منه سعيد بن المسيب وقال كيف حال هذا الانسان؟ قلت بخير حال يا ابا سعيد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. قال فخذ هذه 20,000 درهم فاستعن بها على عيشك مع ابنتي. ايه ده؟ في حد عنده حمى بالمنظر ده؟ شوف حاجة عجيبة جدا. يعني إذا المسألة ما هيش مسألة بقى تجارة بقى عريس جاي بقى يبقى إيه؟ يبقى نذبحه عشان يتجوز. لا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سبحان الله. قد إيه المسلم لازم يكون حريص على الدعوة، خصوصا الدعوة اللينة الجميلة الهينة المباركة. والله أذكر قصة استغفر الله والله ليس من باب تزكية النفس، ولكن من باب بس إنك تعرفوا قد إيه ثمرة الدعوة اللينة. أول ما جيت دبي المرة دي
فأنا داخل الفندق، وبعدين لقيت فتاة أمريكية ومعاها جوزها مصري وهي متبرجة. أنا مش واخد بالي، فداخل فلقيت واحدة بتشاور لي كده، بتعمل لي باي باي. قلت يا خبر أبيض، شيخ وتعمل له باي باي؟ يعني ده كلام واخد بالك؟ المهم يعني فقلت ربنا يستر، يعني ما كنتش حد بيصورنا وهو بتعمل له باي باي، يقول لك الشيخ انحرف ولا حاجة. المهم فايه فالمهم فايه زوجها راح مسلم عليها هو كمان من بعيد كده، هم في العربية، وانا مشيت وخلاص الموضوع عدى يعني. فلما جيت في اليوم الثاني بفطر في الفندق، فوجئت الرجل ده قاعد مع زوجته ومعاهم بنت صغيره. فنادى عليه قال لي الشيخ محمود بعد اذنك لحظه الزوجه عايزاك. فعرفت انها زوجته من الموقف ده. فقلت له خير، وقفت عنده هو وهي جنبه وانا مش باص لها يعني. فقلت له خير، قال لي هي عايزه تقول لك حاجه. فرفعت ايديها وبدات تدعو بالانجليزي. طبعا انا ثقافه الباني ما بفهمش انجليزي، فالمهم يعني فالمهم ايه، فزي احد المشايخ بيقولوا له ايه يا عم الشيخ، هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال له نو. واخد بالك حبيبي؟ فالمهم قعدت تدعي لي بالانجليزي. فقلت له بتقول ايه؟ انا قلت لا تكون بتقول ربنا ياخده، فقلت ايه؟ فقال لي لا بتقول ربنا يبارك لك، ربنا يكتر من امثالك وكده. دعيت لك كام دعاء. قلت له طيب. فقال لي بالله عليك لو 5 دقائق بعد ما تفطر عايزينك. قلت له حاضر. بعد الفطار جلست معاه، قال لي يا سيدي زوجتي ديت امريكيه، انا متجوزها من 17 سنه وهي نصرانيه وما زالت عن نصرانيه. زوجتي ديت اطيب انسانه شفتها في عمري كله، صاحبه قلب رحيم وطيب فوق ما تتصور. لو وزعت الرحمه اللي في قلبها على الناس دي كلها تغرقهم. قال لي طيبه جدا جدا لكنها رافضه الاسلام. قلت له طيب خير. قال لي قدر ربنا سبحانه وتعالى من 3 سنين، وهي مده اقامتهم هنا، من 3 سنين بتقلب على احدى القنوات عشان تتفرج على فيلم اجنبي او حاجه زي كده، فجاه لقيتك على احدى القنوات وانت مبتسم. خد بالك بقى. فبيقول لي لفت نظرها ان انت مبتسم على طول، يعني فاهم ازاي؟ يعني النور ما بيتقطعش يعني شغال على طول، يعني الله اكبر. فبتقول لي لقيتك مبتسم من اول حلقه لاخرها، 1.5 ساعة مبتسم. فبتقول له هو الراجل ده بيقول ايه؟ قال لها بيتكلم عن كذا وكذا وكذا. قالت له انا حاسه باللي هو بيقوله رغم ان انا مش فاهمه ولا كلمه، هي ما تعرفش عربي. فبيقول لي فوجئت بعدها من اليوم دوت وهي كل يوم تقلب على القنوات لحد ما تلاقي اي حاجه ليك وتروح مثبتها وتقعد تتفرج وهي مش فاهمه ولا كلمه. حتى لما جت في السنه دي قالت له انا نفسي امنيه حياتي اشوف الراجل ده. فهو سال فعرف ان انا جاي هنا دبي في اليومين دولت. فلما شافوني هم في تاكسي فسلموا عليا، واخد بالك؟ فقلت له طيب ممكن تعطينا الفرصه ان احنا ندعوها يعني باسلوب كده لين وبسيط؟ قال لي يا ريت. فهو عنده محل موبيليا جوه الفندق، صاله موبيليا. قلت له تعالى نخش جوه بس خليها هي تقعد ورايا، وفهمها ان انا مش هقعدها ورايا احتقارا لشانها ابدا، ده هي غاليه عندنا اخت لينا، لكن يعني بس عشان ايه ما يجوزليش انا ان انا اقعد ابص لها. فقال لها الكلمتين دولت، فقدرت المساله ديت وقعدت بالكرسي ورايا. وبدات اقول له انا هقول لك كلام وانت ترجم لها. قول لها اخوك محمود بيقول لك ان واضح ان انت انسانه طيبه جدا، وان انت فعلا انسانه طيبه اللي في قلبك دي نادره ان احنا نلاقيها في الزمان ده. فقال لها الكلمتين دولت، فشاورت براسها كده شويتين. قلت له قول لها ان الطيبه دي خساره انها ما تكونش يوم القيامه في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه مع الصحابيات، وانها خساره انها ما تتمتعش في الجنه، خساره انها تخش النار. فقال لها الكلمتين دولت. قلت له قول لها كذا قول لها كذا. فضلت ايه ابجح لها نفسها عشان ايه تشعر بقيمتها وتشعر ان ليها قدر عالي جدا في ظل هذا الدين. والله الذي لا اله غيره بعد نص ساعه من الكلام دوت هي عماله تسمع وفجاه ابتدت تبكي بعد 10 دقائق. تبكي بكاء شديد جدا جدا لدرجه ان صوتها سمع الناس بره في المطعم. خد بالك الحكايه دي اصلا كنت انا قايل لزوجها خليها سر بيني وبينك، لكن لما الامر بقى يعني كل اللي في المطعم كانوا شايفينها وسامعينها قلت خلاص يعني من باب الدعوه. فالمهم بعد نص ساعه قلت له قول لها اخوك محمود بيقول لك هل ممكن تشرفيه بان انت تنطقي بكلمه بالشهادتين علشان ان شاء الله نكون جميعا صحبه في الجنه؟ فقالت له ناو يعني دلوقتي. قلت بس ما دام نونوت يبقى استوت خلاص صلى على الحبيب فالمهم فقلت لها قربي شويه بالكرسي. قلت له لا قرب شويه، وبدات انطق الشهادتين كلمه كلمه وهي تردد خلفي. والله الذي لا اله غيره انفجرت في البكاء انا وزوجها والشاب اللي شغال معاه، وهي تبكي والناس في بره المطعم متاثرين جدا بهذا المشهد.
وقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير ما نطلب منها. هي كان اسمها مارينا فسمت نفسها مريم بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين تاني يوم لقيتها نازله من الفندق لابسه شرب مغطيه شعرها، يعني بدايه حجاب، لكن ان شاء الله ربنا يكرمها، ولابسه لبس حشمه اي نعم، لكن يعني ما هوش حجاب، لكن واحده واحده. ولبست بنتها شرب طويل جدا، بنتها اسمها نوره. فقلت للوالد، والدهم اسمه الاستاذ رفيق، قلت له استاذ رفيق قول لي نوره بنتك، قلت لها بصي في المرايه يا نوره، مش حاسه ان انت اجمل من الاول بعد لبس الحجاب؟ قالت فعلا انا حاسه ان انا بقيت اجمل من الاول بلبس الحجاب. الدعوه الجميله، ودايما بنقول يا جماعه نرفع شعار البسمه والرحمه. والله الذي لا اله غيره، انا يعني 17 سنه في الدعوه لم اغير هذه البسمه ولا المعامله ولا الطرح البسيط ده للناس، اني بقول الناس محتاجه من يتالف قلبها. ناس كتيره محتاجه، بس والله العظيم ناس واقفه على بسمه، ناس واقفه على كلمه بسيطه. المسلم يا جماعه كله خير، المسلم عامل زي الكشاف الجميل ده لكن عليه شويه تراب، محتاج بس حد رحيم يمسك منديل ويمسح التراب، مش محتاج واحد يمسك شومه وينفض التراب. في ناس بتنفض وبترقع، لا، عايزين دعوه جميله ورحيمه، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. رقم 6 عشان ما نطولش عليكم، فاضل احنا فات دلوقتي ساعه الا ربع، فاضل 3 ساعات الوقت بيجري يا شيخ خالد، والله سبحان الله. خلاص خاطر عشان خاطر الشيخ بوطي فاضل ربع ساعه، يلا صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم 6 أسعد بيت في العالم بيت يشعر بآلام الغير ويدخل السعادة على من حوله. تسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب قوي، حديث أنا بحب كل أحاديث النبي، بس الحديث ده بالذات ليه وقع في قلبي عجيب. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم. خد بالك بقى. وأحب العمل إلى الله سرور، جاءت بصيغة النكرة. أي حاجة أخويا وحبيبة تعملها، أي حاجة أخويا وحبيبي تعملها مع إخوانك ربنا يبارك لك، وأي حاجة تعملها أختي الفاضلة ربنا هيكرمك. سرور تدخله على مسلم، خد بالك، أو تكشف عنه كربة، أو تسد له جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله أكبر. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تحضرني قصة عجيبة قوي. كان في يتيم ولم يتيم في عهد النبي عليه السلام، وكان ليه أرض زراعية اللي هو بستان يعني، وكان بينه وبين بستان واحد من الأنصار نخلة، فأراد اليتيم أنه يبني سور بينه وبين بستان الأنصاري. فجاء السور وقف عند النخلة، مش هينفع لازم يلف من حواليه. قال للأنصاري أعطيني النخلة ادهاني ألف السور من حواليه. قال له لا. قال له طيب بعني النخلة. قال له لا. قال له إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأنصاري خدوا بالكم مقدما هو ما كانش عايز يعصى أمر النبي، لكن بس كانت عنده مشكلة إن الغلام راح اشتكى للنبي فهو زعل. فقام إيه الغلام راح اشتكى للنبي، راح النبي جاي معاه ودخل على الأنصاري قال له أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. مين اللي واقف جنب النبي؟ أبو الدحداح. فسمع المقالة فقال له يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فرح منادى على الأنصار قال له تعال هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال أجل. ومن في الدنيا لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، يعني بالبلد كده بلغة العصر كفاية إنتاجيا. قال له هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال له خلاص هي لك. يوم أبو الدحداح يروح معدي مرة تانية، هو مصدق النبي بس عايز يسمع البشرى مرة تانية. يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أبشر فلقد اشتريت النخلة وجعلتها لله وأعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم النبي وقال كم من عذك رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذك رداح لأبي الدحداح في الجنة. المشهد أبو الدحداح رايح يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه، فرايح عند البستان فسمع صوت زوجته أم الدحداح وأولاده جوه في البستان، جاي بيفتح الباب فقال لا مش من حق أفتح الباب، ما خلاص أنا بعته. فراح منادي من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي من البستان أنت وبنوك
فلقد بعناه لله جل وعلا. لو واحدة بقى من زمان ده كانت قالت له يا فرحتي بك يا حبيبي، صح؟ إنما قالت له إيه؟ قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. خارجة من البستان، ابنها الصغير خد تمراية من الأرض حطها في بقه، فلسه هياكلها، راحت مطلعاها من بقه ورمتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فلقد بعناه لله. الله، ايه المشهد، ايه العظمة دي كلها، ايه المشهد العجيب ده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تأتيه 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، تأتي من اليمن ومن الشام، وتمشي قدام غرفة أمنا عائشة فتهتز الغرفة فتقول ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. هو يدخل الجنة بماله بس؟ لا، بحاجة كتير، بس دي أكتر حاجة تميز الإنفاق. فلما وصلته المقالة، مع أن عبد الرحمن بن عوف ده من 10 المبشرين بالجنة يا جماعة، وعارف وسمع البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك جاء إلى أمنا عائشة قال يا أماه أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت أجل. قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. جم التجار من أرض الحجاز قالوا له أجاءتك تجارة يا ابن عوف؟ قال أجل. قالوا تبيع؟ قال أبيع. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لا. قالوا بضعفي الثمن؟ قال لهم لا. قالوا له ب5 أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يشتري بأكثر من ذلك. قال لقد بعت بأكثر من ذلك. قالوا بكم؟ قال ب700 ضعف. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فواحد قال له هلا أعطيت 200 ناقة لله سبحانه وتعالى، أخرجتها لله وتركت الباقي لأولادك. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي أضعافها في آخر اليوم. ربنا بيقول إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كما عند الترمذي بسند صحيح يقول 3 أقسم عليهن، وقلنا ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. 3 أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة، لا يمكن ينقص أبدا، مستحيل، سبحان الله. وآخر عنصر مواصفات البيت الذي هو أسعد بيت في العالم، هو بيت يريد الآخرة، بيت يريد الجنة، بيت بيستحضر معنى الآخرة وإيه اللي يحصل في الآخرة. يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ده بالجمع بين الأحاديث، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. عارفين المشاهد دي؟ عارفين إن في ميزان، عارفين إن في صراط، عارفين إن في وقوف بين يدي الله، عارفين إن في قنطرة بعد الصراط، عارفين إن في جنة أو نار، فبيعملوا بقى الآخرة. بيت يعمل الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله أكبر، سبحان الملك. شوف لما المرأة اللي من بني دينار اللي بعد غزوة أحد والنبي راجع هو والصحابة، فالنبي كان سبقهم، فالمرأة قابلها الصحابة فقالوا لها أحسن الله عزائك في إيه؟ عزائك في إيه؟ في ابنك. قالت وما فعل رسول الله؟ زفوا لها إيه؟ عايزة بالله. شوف تخيل بقى، يعني عزوها في 4، ابنها وزوجها وأخوها وأبوها، وفي كل مرة تقول وما فعل رسول الله؟ قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شافت النبي قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء في الدنيا يهون ما دمت أنت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي امرأة تريد الآخرة، دي امرأة بتضحي بكل شيء عشان شايفة الآخرة قدامها، شايفة الجنة أو النار. الإمام ابن القيم بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. المشهد الأخير اللي نختم بيه درس النهارده مشهد الخنساء. الخنساء اللي لما مات أخ لها اسمه صخر وكان كافرا، بدأت بقى قالت لأملأن الدنيا بكاء وعويلا. كانت تقول بيوت الشعر المعروفة يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. خد بالك، تيجي بعد كده تمر أيام وتسلم الخنساء.
ويجي يوم القادسية، معركة القادسية، فتقدم أولادها الأربعة، زوجها كان مات، تقدم أولادها الأربعة وتقول يا بني تكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله، فوالله إني لأحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الأربعة يجاهدوا، وكلما تقاعس واحد يقول له أما تذكر وصية أمك؟ خش يلا جاهد. فقتلوا الأربعة واستشهدوا في معركة القادسية. فجاء الصحابة يعزونها، قالوا لقد قتل أولادك الأربعة. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لا أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسرة وبيت عايزين الآخرة، عمالين بيجتهدوا في طاعة ربنا، بيجتهدوا في اتباع النبي، بيجتهدوا في طلب العلم، بيجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة أو بيت أو أسرة تسعى دائما لأن تأخذ بأيدي الآخرين للدعوة إلى الله عز وجل، ليكون ذلك في ميزان حسناتهم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. أسرة لو وقع أحدهم في ذنب يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل، وهم يعلمون أن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بيت بيحرص على التوبة، لأن ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان رجل لم يسلم بعد، فقال يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. شوف مع بسمة النبي لازم يشهد. قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فقال رجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر، والنبي يبتسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أمة تسعى إلى التوبة بعدما سمعت قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، الذي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أسأل الله عز وجل إن تكون بيوتنا فعلا أسعد بيوت في العالم. عايزين نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، عايزين نخليه كده أسوة وصورة لينا وقدوة لينا علشان نبقى فعلا أسعد ناس في العالم وأسعد بيوت في العالم. تبقى أنت أسعد زوج في العالم، وتبقى أختي أسعد زوجة في العالم، وتبقى أنت أسعد ولد في العالم، وأنت أسعد بنت في العالم.
عايزين السعادة تدخل بيوتنا مرة تانية بعدما خرجت السعادة من بيوت أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن تكون السعادة إلا مع تقوى الله، وإلا مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا بتقواه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ بيوتنا بالسعادة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم بلغنا ليلة القدر وغنمنا ليلة القدر، وتقبل صيامنا وقيامنا، واجعل هذا العمل المبارك في هذه الخيمة في موازين حسنات القائمين عليها. اللهم آمين. اللهم اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. هذه ليلة مباركة، نريد أن نبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول 3 نساء من الجنسية الفلبينية إلى الإسلام، وسيقمن الأخوات في خيمة النساء بتلقينهن الشهادتين. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا، هناك طلب صغير ونود أن تلبيه لنا. نريد أي قصيدة لك حرية الاختيار تترنم بها بصوتك الجميل، وجزاك الله خيرا. أنا صوتي تعبان والله، وصوتي يعني فتسامحونا معلش يعني. طب عموما أنا أقول حتة صغيرة خالص كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا لي صوت شوية عشان أنا صوتي خلاص اتنبح، ولا ما ينفعش؟ إذا كان ينفع تعالوا لي شوية معلش. ربنا يبارك فيك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، صلاة وطيبا على أهل طيبة ونور المدينة حبيبنا محمد، حبيب قد تجلى فتحلى، حبيب قد تجلى فتحلى، تحلى ثم صلى ثم دنا فتدلى، حبيب قد تجلى فتحلى، حبيب قد تجلى فتحلى، تحلى ثم صلى ثم دنا فتدلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، صلاة وطيبا على أهل طيبة ونور المدينة حبيبنا محمد. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، باسمكم جميعا وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري وباسم رعاة هذا الحدث المبارك، أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمود المصري على هذه المحاضرة القيمة والرائعة. بالغد يتجدد معكم اللقاء مع فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني. إلى أن يحين ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.